السلام عليكم. فيديو النهارده بسيط وقصير هنتعلم فيه ازاي نعمل انيميشن بسيط ولذيذ زي باستعمال الجيومتري نودز من غير انيميشن لكل حرف ولا كي فريمات ولا اي حاجة. هو مجرد نود واحدة بتعمل لها كي فريمين في شوية نودز وخلاص. فخلينا نشوف ازاي هنبدأ في ملف جديد فاضي. هقول له شيفت A واختار من المش سنجل فيرت اوبجكت اوريجين اونلي. القائمة ديت من ادون اكسترا اوبجكتس، فعلها في الاكستنشنز. فهختارها وهروح من هنا للجيومتري نودز تاب وهقول له نيو. وعندنا الانبوت جيومتري هنا همسحها لان انا مفيش حاجه داخله معايا، وهنضيف من شيفت A هقول له نود اسمها string to curves، وهتك انتر وهقول له حطها لي هنا بكليك شمال. وعندنا هنا ممكن تكتب اي حاجه في خانه string. هفضل دايس على النقطة دي واسحبها للجيومتري عشان يبقى هي دي الاوتبوت. وزي ما تشوف اي حاجة ممكن اكتبها هنا هتظهر لنا على الفيو بورد. فانا عندي دلوقتي الحجم بتاعها وشوية تحكمات، مسافة اللي ما بين كل كاركتر والتاني، وعندي ما بين كل كلمة والتانية اللي هو لو انا حطيت مسطرة وقلت له كلمة تانية فهيسيب لي مسافة ما بينهم قد ايه. همسح الموجود دوت وهقول له على الدين مثلا دوت كوم عشان يبقى عندي الدومين دوت. انا عايز اعمل انيميشن لكل حرف منهم يتحرك لوحده، ومثلا هخليهم هنا تحت مثلا ويطلعوا لي على السطر واحد ورا التاني. فهقول له ان انا عايز مثلا دومين، خلينا نعمل شوية مثلا على الدين الاتنين كابيتال عشان يبقى فيه شوية اختلاف شكل يبقوا باينين على الدين دوت كوم. وخلينا نقول له أنا دلوقتي عايز أحركهم لتحت عشان يبقى هو ده البوزيشن اللي هيبدأوا منه يطلعوا لي على السطر. فهقول له ترانسفورم من شيفت A واكتب ترانسفورم، طلع لي أول واحدة ترانسفورم جيومتري. هتك عليها وأحطها هنا ارميها. أول ما تيجي تلاقي الخط بينور كده هروح حاططها واروح قايل له أنا عايز أحركهم على الزد بالسالب. هنزلها لتحت مثلا 3 متر، خلينا نقول له -3، فهتلاقي ان هي نزلت 3 متر لتحت على الزد. فكده ده بقى عندنا البوزيشن اللي هنبدأ منه الانيميشن. هعمل لها انيميشن ازاي؟ انت دلوقتي لو عايز تغير بوزيشن اي حاجة في المشهد فهتستعمل نود اسمها set position. هحطها برضو قدام transform geometry. ودلوقتي البوزيشن اللي عندنا دوت الديفولت بتاعه بيبقى ان هو البوزيشن الحالي بتاع الاوبجكت اللي انت بتستعمله عليه. فالاوفست دوت اللي هو انا هضيف على البوزيشن دوت في انهي محور قد ايه. لو قلت له في الزد 3 فهتلاقي ان هي رجعت لنفس المكان اللي احنا كنا بادئين منه. فانا هرجع هنا واخليها 0. وانا دلوقتي عايز اتحكم في كل اكسس لوحده بشويه نودز من بره هنا. فهتحكم فيهم ازاي؟ انا دلوقتي اي نود دلوقتي لو انا قلت له فاليو نود مثلا هتلاقي ان انا هحطها هنا، هيتحرك على التلات اكسس وانا مش عايز كده. فانا عندي نود اسمها هسحب من ديت الاول بكليك شمال لحد ما يطلع لي الزائد ديت. اول ما تسحب بس كده تسيب ايوه طالع لك قائمه البحث، هتقول له combine x y z. هتلاقي النود الجميله ديت اللي ممكن تخليني ان انا احط في كل محور اي قيمه او اي خارج من اي نودز انا عايزها. فانا هاجي بالفاليو نود ديت واروح حاططها في الزد اكسس. فانا بقى كده عندي فاليو ممكن اعدل عليها باي نودز هنا في اللينك دوت، وفي نفس الوقت اتحكم بيها. انا ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز يبقى عندي سلايدر اقول له من هنا لاول السطر مكانها عايزها ترجع. فالسلايدر دوت ممكن نستعمل نود جميلة جدا. الاول هتك بكنترول وكليك يمين واسحب عليها بالسكينة ديت، وديت من ادون اسمها النود رانجلر، ممكن تفعلها في الاعدادات برضو واتفرج على فيديو الادونز اللي عملناه قبل كده لو ما اتفرجتش عليه. هقول له شيفت A واقول له ميكس، وعندي الميكس فيكتور نود ديت جميلة هستعملها. وهي ممكن ان انا استعملها اصلا بدل الكومباين اكس واي زد ديت لان هي فيها الاكس والواي والزد. فهمسح الاكس والواي والزد واحطها في الاوفست. مفيش اي تغيير طبعا لان انا هنا من 0 ل0 A و B، النقطة ال A والنقطة ال B انا هنا وهروح لهنا بالقيمة ديت. فانا دلوقتي لو انا مثلا قلت على البي انا عايز 1، فالنص دوت هيحركها لي على محور الاكس من 0 ل1. انا دلوقتي في النص بتاعهم اللي هو النص. لو قلنا 2 فانا النص بتاعهم اللي هو 1، فكده كل حاجة اتحركت لليمين 1. اليمين اللي هو الموجب على محور الاكس لان احنا حاطين هنا الرقم بالموجب على محور الاكس. فانا هقول له دلوقتي ان انا عايزها على الزد، فهصفر دوت واقول له هنا 3 على الزد. وهتلاقي ان انا لما بحطها 1 هيبقى عندي كل حاجة على السطر،
ولما باحطها ل0 كل حاجة بتبقى في الposition الأساسي بتاعها اللي هو -3. طيب يعني أنا ممكن ألغي الnode دي خالص وأقول له يستعمل الnode ديّة بس؟ ممكن أتّك عليها كليك شمال وأدوس Control X عشان يخلّي لي اللينك دوّة موجود زي ما هو. ممكن أقول له بقى إن أنا عايز الصفر بتاعي في الA -3 وعايز الB بتاعي يبقى 0. فأنا هاقول له إن أنا في الصفر هنا بتاعي اللي هو -3، أنا الobject بتاعي -3 على الZ، والB بتاعي الصفر على الZ، فكده أنا هاطلع من -3 للصفر بالسلايدر دوّة. السلايدر بقى ممكن تقول له وتعمل له شوية animations بقى على التايم لاين عندك، بس إحنا مش هنعمل كده دلوقتي، إحنا عايزين نعمل شوية حركات للgeometry nodes اللي هنتحرك بيها كل حرف من الكلمة دي لوحدها. لو قلنا إن ده domain مثلًا عايزين نعمل له animation حلو، فأنا دلوقتي هابدأ من الصفر. إزاي بقى أحرك كل واحدة لوحدها؟ by default في بلندر في شوية حاجات اسمها attributes أو خصائص للmesh. الخصائص ديّة ممكن تشوفها بإن أنت تشوف نوع الgeometry اللي عندك في الspreadsheet هنا، هتتك مثلًا على الinstances لإن هي ده اللي طالع من الstring to curves node. هتلاقي إن أنا عندي كل جزء من الgeometry اللي هو كل حرف، عندي دلوقتي 14 حرف من ال0 ل13، كل واحد ليه رقم معين، دوّة بيبقى اسمه الindex. هاتّك هنا shift A وأقول له index، هتلاقي في عندي node اسمها index ديّة. خلّينا عارفين دلوقتي إنه بيبقى فيها رقم كل حرف فيهم، لإن هو ده اللي عندي أو متخزن في الgeometry بتاعتي. فأنا ممكن أتّك على الindex node ديّة من node wrangler اختصاراتها، هاتّك control shift وكليك شمال عليها، فهيطلع لي الviewer node ديّة، هاحط فيها الgeometry بتاعتي. فأنا دلوقتي عايز أظهّر الرقم اللي على الinstances، فهاروح في الviewer node وأقول له instance، فهتلاقي إن كل حرف منهم واخد رقم معيّن. طب أنا ممكن أستفيد بالرقم دوّة إن أنا أخلّي كل واحدة في الfactor هنا تتحرك بقيمة معيّنة على حسب الرقم بتاعها. فهامسح مثلًا الviewer node ديّة من الX وهاروح على الindex وأحطه في هتلاقي إن دلوقتي بقى عندي واحدة بس اللي طالعة اللي هي رقم 0، والباقي كلّهم 1، لإن كل حاجة فوق ال1 راحت متحرّكة فوق ال1 في الfactor. فأنا عايز أطرح أو أنقّص من قيمة الindex، فهاقول له shift A وأقول له math node وهاحطها هنا، وبدل add أنا هاخلّيها subtract اللي هو الطرح. وهتلاقي إن أنا كل ما باحرّك لقدّام كل ما في حرف بيطلع لي على السطر. فأنا دلوقتي لو مثلًا عندي جِبت آخر حرف اللي هو رقم 13 وطرحت ال13 ديّة من الindex، هتلاقي إن كلّهم على الصفر، كل ما أقلل رقم الطرح كل ما يطلعوا لي من الناحية التانية. وبكده أنا بقى عندي قيمة ممكن أتحكم فيها تطلع لي كل حرف على السطر وتنزّله لي تاني. فأنا ممكن إن أنا أخلّيهم كلّهم على السطر وأنزّلهم، أو إن أنا أخلّيهم كلّهم تحت السطر وأطلّعهم. طب لو أنا عايز أعكسهم عشان أخلّيهم يطلعوا من حرف الA بدل الM اللي في الآخر، فأنا ممكن أعمل إيه؟ أنا حاليًا القيمة اللي عندي بتحرّكهم من حرف الA لحرف الM، أو باطلع من السالب للموجب عشان ينزلوا لي كلّهم على السطر. فأنا عايز أروح من الموجب للسالب عشان يطلعوا لي كلّهم، فأنا عايز أعكسها، أخلّيها بدل ما هُم بيطلعوا من الM يطلعوا لي الناحية التانية. فأنا مثلًا هاخلّي القيمة ديّة بحيث إنه مثلًا أبقى في نُصّهم كده، وأروح دايس shift D على الsubtract ديّة وأرميها قدّامها، وبدل subtract هاخلّيها multiply وأقول له -1. لمّا أنا دلوقتي ضربت الindex بتاعهم في -1، بدل ما كانوا بيبقوا من اليمين للشمال خلّيتهم من الشمال لليمين، فده عكس لي الeffect بتاعي بمجرد إن أنا ضربتها في -1. وهتلاقي إن أنا لو بصيت على الspreadsheet الposition بتاع الZ axis هنا، لو أنا ممكن أدوس M على الmultiply node عشان أشوف الeffect قبلها وبعدها، هتلاقي إن قبل الmultiply node ديّة الindex بتاعي رقم 0 هنا الposition بتاعه على -3، وهتلاقي إن كل حاجة تحت ال8 هي بس اللي أنا بأثّر عليها لإن أنا لسه ما وصلتش لل8 هنا. وأول ما أوصل هتلاقي إن أنا باعدّل على الposition بتاع 9 و10 و11 وهكذا كل ما أطلع في القيمة بتاعتي اللي أنا باطرحها من الindex. طب 0 ناقص 8 مثلًا -3، إزاي هو إحنا ساقطين رياضة هنا والّا إيه؟ لأ يا عم 0 ناقص 8 -8.1، ولكن أنا عندي هنا في الmix node عندي الclamp factor ديّة ما بتسمحش للقيمة اللي أنت بتحطها في الfactor إن هي تطلع أعلى من القيم اللي أنت محددها، وهي -3. هتلاقي إن كل حاجة ناتج طرحها بيعدّي -3 بتفضل عند -3، وبالتالي أنا كل حاجة بتبقى قيمتها الأصلية،
وبعدين كل ما تنزل تبقى -3 بس. بعد ما اعمل لها ملتبلاي في -1 الناتج السالب دوت بيتعكس فبيبقى بالموجب، وانا دلوقتي بخليه برجعه لقيمته الاساسية. فانا دلوقتي ممكن اعمل انيميشن للقيمة ديت واخلي الحروف تطلع عندي من تحت لفوق، من الاول او من الاخر على حسب ما انا عايز. ممكن اطفي او اشغل الملتبلاي نود ديت واعمل انيميشن للفاليو ديت زي ما انا عايز اديهم شوية thickness واديهم شوية شغل هنا، فانا ممكن اقول له هات اعمل لي fill curve node. لو حطيتها قدام الجيومتري هنا هتلاقي ان هو ملالي الجيومتري بدل ما هي كانت فاضية. وممكن اديلها شوية thickness، هضيف نود كمان اسمها extrude mesh، وهقول له اديني الاوفست دوت مثلا كويس نوعا ما. وحاليا انا عندي ممكن اعمل لها بيفل بان انا اقول له في القائمة الموديفاير بيفل، اديلها بيفل، ولكن هتلاقي انه ما بيحصلش اي حاجة، لان انا عشان اعمل بيفل او شوية موديفايرز هنا لازم اعمل لها ريلايز للانستنسز. اولا الانستنسز حاليا مش جيومتري حقيقية، فانا هعمل لها ريلايز انستنسز واحطها في الاخر هنا. هتلاقي ان البيفل بدأ انه يأثر عليها، ولكن زي ما انت شايف مش بيديني النتيجة المطلوبة، وفي شوية artifacts بتظهر على المش. فدوت بسبب ان الاوتبوت مش ملحومة في بعضها. عايز الحمها في بعضها هستعمل نود اسمها merge by distance وهحطها قبل realize instances، ومجرد ما احطها هتلاقي ان نتيجة البيفل بتظهر، ولكن ضعيفة جدا. أو ممكن انزل الجيومتري تحت هلاقي الكلامب اوفرلاب متفاعلة. لو طفتها هتلاقي في انفجار حصل. ممكن اقلل قيمة البيفل هنا، مجرد ما اقللها هتلاقي ان هو بقى بيعمل لي بيفل على الحواف بس. لو نزلت لتحت هتلاقي ان في مشاكل هنا في المش مش معمول من تحت. ده بسبب ان الاكسترود مش لما بتعملها بتروح رافعة الجيومتري لفوق، وعشان اضيف الجيومتري اللي كانت موجودة معانا اللي هنا بعد الفيل كيرف نود، ممكن اعمل كنترول شيفت كليك يمين من الفيل كيرف واسحب على الاكسترود مش، وهيبقى عندي جيومتري نود ديت اسيبها فوقيهم وهيبقى عندي الجيومتري بتاعتي كاملة. ولكن هتلاقي انه برضو بعد ما ضفتهم وهما الاتنين بيتلحموا ببعض وبيتعمل لهم ريلايز، هتلاقي ان البيفل مش بيأثر عليهم. طب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده هتلاقي الفيس اورينتيشن بتاعهم مقلوب. طب انا عايز اقلب الفيس اورينتيشن بتاع الحاجات الاساسية اللي هي طالعة من الفيل كيرف، فهتك شيفت ايه واقول له فليب فيسز واروح ضايف ديت هنا. فهتلاقي الفيسز النورمالز بتاعتها بقت معدولة عادي، ولكن البيفل ما بيأثرش عليها بسبب الريلايز انستنسز لازم تبقى قبل الميرج باي ديستانس. فهمسحها من هنا، وبكده انا بقى معايا بيفل اقدر اعمل لهم بيفل. ممكن اعلي عدد السيجمنتس. وفي ملاحظة بسيطة، ساعات الانجونز هنا في الفول كيرف بتدي نتيجة أفضل، فخليها انجونز بدل تراينجلز. وبكده ممكن نعلي عدد السيجمنتس نخليه مثلا 12. بعدين هرجع للجيومتري نودز هنا وأقول له set shade smooth نود في الآخر أحطها. بعد كده ممكن أروح للبيفل وأقول له harden normals عشان يبقى الدنيا زي الفل. وبكده أنا عندي الدومين مثلا، وممكن اعمله من السبتراكت نود ديت هقول له يبقى تحت. هتلاقي ان الدنيا بقت بتلاج شويه، الانيميشن مبقاش سموث زي الاول بسبب البيفل نود. فانت ممكن تخفيه في الفيو بورت هنا، ولكن هيفضل شغال معاك في الريندر. وبكده ممكن احطه واعمل له ريندر والدنيا زي الفل. في تفصيله اخيره ان هما دلوقتي بيطلعوا بيفضلوا نايمين على ظهرهم. لو انا مثلا عايز احط الكاميرا هنا مش هبقى شايفهم، بقوا نايمين كده. فانا ممكن اخلي الروتيشن بتاعهم في البداية بيبقى على 90 درجة. فهجيب شيفت A وترانسفورم جيومتري واحطها هنا واقول له خلي الروتيشن بتاعك على محور الاكس 90 درجة. وبكده لو انا رجعت وبصيت على النتيجة بتاعت السبتراكت انيميشن بتاعي هتلاقي ان هو بيطلع واحدة واحدة على اول السطر. احط كاميرا ورندرهم. هاجي على التايم لاين ممكن احط الفاليو بتاعتي هنا عشان ابقى واخد بالي انه دايما في النود اديتور عندي قيمة الفاليو دي هي المسؤولة عن تحكم في الانيميشن. فهخليها 0 دلوقتي. وفي التايم لاين هروح للفريم رقم 1 وهخلي الماوس عليها وادوس اي على الكيبورد عشان يديني كي فريم في الفريم رقم 1 بقيمة 0. وهروح للفريم رقم 120 مثلا عشان يديني ثانيتين لما رندرهم على 60 فريم في الثانية. وهخليها اشوف عندي اخر الحروف مثلا بيطلعوا عند رقم 14، فهقول له اي تاني. وبكده انا ممكن بشيفت الزرار السهم الشمال
هاقول له يلعب لي الأنيميشن من مسطرة، هتلاقي إن كل حرف بيطلع لي واحد ورا التاني. طبعًا في تحسينات كتيرة جدًا ممكن تعملها للأنيميشن، ولكن كفاية كده النهارده للtutorial، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.